يا الله. السلام عليكم، إيه الاخبار يا جماعه الخير؟ كنت لسه بصور الفيديو بعد ما خلصته من ربع ساعه تصوير ومفيش طاقه. لقيت انه المايك ما كانش شغال، كان معمول ميوت للاسف الشديد. فيا هضطر اعيد الفيديو كله من الاول تاني. طبعا هيطلع بنتاج فكري مختلف تماما لان انا مش محضر سكريبت، فبتكلم وعلى حسب التركيبه. وكنت اتكلمت عليه قبل كده في فيديو بتاع لو انت عايز تعمل سكريبت او تحضر على اليوتيوب، لو ما كتبتش سكريبت كل مره هتطلع بناتج او تركيبه مختلفه. هي هتخدم نفس الموضوع بس كل مره هتطلع نواتج مختلفه. لو انت حاطط عناصر بس في دماغك، بتدي مساحه بينهم انك تفكر. ممكن تيجي حدث، ممكن يجي فكره، انما لما بتكتب سكريبت انت بتحدد دماغك قصاد السكريبت. وانا كنت جربتها صراحه. لما بعمل سكريبت بلاقي نفسي ببص على السكريبت، دماغي لا تلقائي عايزه تبص على السكريبت. انما لما بكتبش سكريبت الاقي نفسي لا عايز ادور ايه اللي بعده، ايه المعلومات اللي بعديها. وقلنا هناقش اصلا الفيديو ده كله موضوع العفويه، انك تبقى عفوي ازاي، تبقى عفوي قدام في اليوتيوب او قدام الكاميرا، وفي نفس الوقت ازاي تصور في ستايلات كتيرة جدا ممكن تصور بيها على اليوتيوب. اول حاجة خلينا نبدأ بالانواع. في نوع يوتيوب او نوع من المحتوى اللي هو الشخصي، انت بتتكلم عن شخصك انت. وفي نوع اللي هو نيش معين او فيلد معين او مجال معين بتتكلم عنه. اول حاجه خلينا نبدا بموضوع الشخصيه. موضوع الشخصيه حرفيا واحده من الحاجات اللي انا بتبعها وانا حاببها، ودي الحاجه اللي بنصح بيها صراحه. هي مش الاحسن من ناحيه الماديات، يعني ميزتها ان هي قريبه من الجمهور. حرفيا انت قريب، وكل ما تحاول توصل تعمل الفيديو بتاعك بطريقه بروفيشنال، عايز توصل لاعلى صوره من ناحيه المونتاج والتقطيع والتلزيق والحاجات دي، انت بتبعد عن الجمهور. كل ما ازود صور، انا حتى الموضوع ده جربته معايا، كل ما ازود صور او ازود حاجات انا ما كنتش مش مقتنع، بس بعملها بسبب الناس بتعملها، فعايز اجرب الموضوع. بيلفت الانتباه، بيلفت الانتباه، بس بيبعدني انا عن الشاشه. فمش نرجسيه ولا حاجه، لا، بيبعدك انت كاتصالك بالشخص اللي قدامك كنت بتكلمه، بيبعدك حرفيا. فده اللي ما عجبنيش فيها. لا، انا عايز اعمل الموضوع مني انا، الحاجه اللي انا حاببها. وانا حابب موضوع ان انا ابقى قريب من الشاشه، قريب من الشخص اللي بيتابعني، اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي، احس ان انا قريب منك فعلا. فدي احد مميزات الشخصيه. مميزات انك تعمل فيديو شخصي برضو ان انت متنوع، تقدر تتكلم عن كذا حاجه ومفيش حاجه تحدك. تحددك طبعا بعض الامور، بس انا قصدي تحدك من ناحيه تانية خالص. ولكن ما فيش حاجه، انت متنوع، ممكن تتكلم عن ده النهارده، ممكن تتكلم عن ده. انا متعلق بيك انت، اي حاجه انت هتعملها انا معاك. ودي من افضل النوعيات. وهقول ليه قدام. تاني حاجة، عيوبها ماديا مش احسن حاجة. ليه؟ لانك مش متخصص بحاجة واحدة بس. وكنت انا اتكلمت عن موضوع اصلا اليوتيوب ده، انا ما بعملش اليوتيوب وما صورش اليوتيوب علشان امر مادي. وحتى كنت ذكرت موضوع التربح من اليوتيوب قبل كده، حكم التربح من اليوتيوب، لان اغلب الاعلانات اللي بتطلع على السوشيال ميديا او على اليوتيوب ايا كان، اغلبها بيبقى فيها عنصر نسائي او اقل شيء موسيقى، وكلهم حرام. فانت كسبك حرام من الاعلانات. وكنت اتناقشت فيها في فيديو كامل، لو انت عايز ترجع ليه موجود على قناتي على اليوتيوب، اللي هو حكم التربح من اليوتيوب. اما لو انت تعمل فيلد معين او مجال معين، لو انت عايز مثلا تصور تكنولوجيا، عن تليفونات، عن حاجات معينه، عن الاكل، عن كذا عن كذا، انت اكتر هتكسب فلوس من ناحيه لو الشركات هتتعاقد معاك. ليه؟ انا دلوقتي ده بيتكلم عن حاجه معينه، كل اللي بيتابعوه مهتمين بنفس الحاجه دي، فلما الشركه تيجي تعلن اربح، لا، اكثر ربحا بالنسبه لها لما تعلن عندك انت. فالموضوع فيه ربح اكبر لو انت عملت فيلد معين. ولكن انا من وجهه نظري، انا كمحمد ما بحبش الامور اللي بس مركزه على الارباح، على الماده. انا بحب حاجه معينه، بحب انشر او اعمل فيديو بطريقه شخصيه، زي ما كنت بتابع زمان، زي ما اتعلقت بناس زمان. وايه اللي خلى زمان اليوتيوب ينجح؟ انه كان جدا عفوي. انت كنت بتتابع شخص بيروح هنا بيروح هنا بيروح هنا، انت معاه. وايه اللي خلى تيك توك ينجح اليومين دول، بعيدا انه مقاطع صغيره، انه في التصوير عفوي. انت بتطلع قدام الكاميرا، بتفتح الكاميرا وبتصور على طول. وده اللي يخلينا نروح لنقطه تانية في التصوير، الستايل بتاع التصوير. هل اصور الفيديو ويكون
طولي عرض ولا طول؟ وده اللي استهواني فتره، لان انا كنت بدات اتابع احد اليوتيوبرز، كنت بتابعه على اليوتيوب بيفتح لايفات بالثلاث ساعات والساعتين، وانا ادمنت المحتوى ده حرفيا. انا بتابع اليوتيوبرز ده وانا مستمتع، اصبح ادمان ساعات، ممكن اصلا من درجه ان انا اصلا مش مركز عقليا وانا باكل وانا قاعد، وبالذات في الغربه يعني وانا كنت في الغربه ده لازم اشغله. فانا استمتعت جدا جدا بالموضوع، فادمنته درجه اعلى من القرب. لما تصور فيديو بطريقه طوليه حرفيا انت بتحس ان انت قريب منه. اما لو الفيديو العرضي في برضه نوع من العفويه، لو انت على حسب انت شخصيتك، وده اكتر بيبين لك البيئه المحيطه اللي بيك. بس لو شخصيه الافضل فيها الطولي، والطولي انا معايا مشكلتين. اول مشكله انه انا متعلق بالطريقه اللي هي كنت بصور بيها زمان، الطريقه اللي كنت بشوف اليوتيوبرز بيصوروا بيها زمان، اللي هو بالطول بالعرض. تاني مشكله ان اليوتيوب ما بيدعمش، يعني الى حد ما انت حتى لو عملت الثمنيل هو بيصور بيحطها لك بطولي، بيحطها طولي، ولو بيحطها بالعرض قصدي. ولو انت قاعد على اليوتيوب فانت لو ظهر لك الفيديو وانت قاعد على التليفون فيظهر لك من غير ثمنيل اصلا. فاليوتيوب مخصص اكتر انه للفيديوهات اللي هي العرضيه. كمان انت تخسر ناس من الناس اللي معاها لابات، اللي بيتفرج عليك من لاب او بيتفرج عليك من تلفزيون، لانك لو صورته بطولي ومن على اليوتيوب الموضوع ده مش هيبقى مريح بالنسبه له. واحنا كل واحد بيحب دايما انه الشاشه تبقى مليانه. كان ذكرها ابو زيد انه احنا بنحب الشاشه تبقى مليانه، حتى لو انت حسيتها مقصوصه دايما بتعمل اللي هو تسترتشها. فالموضوع ده هتخسر فئه. ولكن لما تفكر فيها برضو انه اكتر الناس اصلا قاعد على تليفونات، فانا احترت وبين اسلوب اللي انت تقطع الفيديو كله ورا بعضه وتاخد شوت واحد وتجذب الانتباه بيه، ده ليه متعه برضه، ده ليه متعه. طب اعمل ايه؟ ودخلت حته الكماليه. وطبعا انا كنت اتكلمت على الكماليه، احترت بكذا حاجه، اتكلمت عن موضوع الكماليه في فيديو قبل كده. فانا حصل لي حيره بين الثلاث حاجات دول. لو انت عايز تسمع موضوع الكماليه كنت عملت فيديو اللي قبل فات كيف تغلبت على الكماليه. فانا احترت اصور ده ولا ده لحد ما خدت قرار ان انا هصور اللي انا مستريح معاه واللي عاجبني. هصور بده وده هيفتح باب اكتر للتنوع في القناه. وعايز ابقى اخلي نفسي مرنه وتحب ان هي تعمل ده وده، لان حقيقي موضوع الكماليه ده لقيته مترسخ فيا من سلوكيات من الماضي، كله كان بسبب الكماليه. ولكن بعد التبصر بنفسي حرفيا فهمني حاجات، بعد ما فهمت ان في كماليه والشعور اللي بيجي معاها بغضب عايز توصل لصوره كامله، ده وقفني عن حاجات كتيره جدا. وده حتى كان في التصوير بتاعي. يعني كنت انا لما اجي اصور على اليوتيوب اقول مثلا السلام عليكم الاخبار عاملين ايه، معكم محمد مثلا، وما جاتش معايا الكلمه بالظبط السلام عليكم الاخبار عاملين السلام عليكم اخبار، وعايز اجيب طاقه بالظبط زي ما انا عايز وبصوره زي ما انا عايز. فتلاقي ايه اللي يحصل؟ النفس تهتم بغضب، عايز توصل لاكمل صوره، وفي نفس الوقت بتعمل عقل. لدرجه ان مره كررت كذا تكرار وانا اصلا مش مدرك انا كررت بتاع 12 تكرار، وانا فاكر ان انا كررت تكرارين بس. كل ده كان بسبب الكماليه. وما اقول لكمش مثلا ان هي بتجيليش دلوقتي، لا بتجيلي دلوقتي. ممكن مثلا احس بالشعور عايزه تكمل الصوره، انا ادركت ان ده شعور، ادركت الشعور، فده خلاني اسهل في الكلام. وده يدينا نقطه ان انت تتكلم بعفويه، ده الموضوع ده ريحني اكتر. ان انا برضو نوع تصوير الفيديو ده تصوير عفوي جدا، مش هتلاقي فيه تقطيع كتير. ان انت تتكلم بعفويه. وازاي تتكلم بعفويه؟ النقطه دي نسيت اقولها لما ما صورتش الفيديو، يمكن كان خير. انه لو عايز تتكلم قدام الكاميرا وما تقطعش كتير في الكلام، او تعرف تتكلم تفكر وانت بتتكلم، الموضوع ده جدا بسيط. واكتشفت الخدعه دي حرفيا يعني بمراقبه، الحمد لله. يعني اول حاجه لو انت عايز تعمل كده لازم يبقى لك اسلوب في الكلام، بحيث لما يبقى فيه اسلوب انت بتدي لعقلك الوقت انه يفكر. يعني انا دلوقتي لو مطيت في كلامي ولازم ده، وانت طبعا على حسب عقلك وعلى حسب قدراتك العقليه انت تعرف. لو انت مثلا بتجيلك المعلومه بسرعه لا بتطول شويه، انت بتمط في الكلمه اللي بتقولها والجمله اللي بتقولها. زي ما قلت دلوقتي بتمط في الكلمه اللي بتقولها. ده يعتبر بيدي مساحه للعقل ان هو يفكر، طول ما النفس بتاخد مدتها في المشاعر وتدي مشاعر للكلمه، وده بيجذب الانتباه اكتر ويخلي اللي قدامك برضو يحلل كلامك قبل ما تقول كلام تاني.
ده واحدة من أروع الحاجات اللي تخليك تفكر وانت بتتكلم، ما توقفش، ممكن ما توقفش أصلا. وده اللي بحاول أقوم نفسي عليه حتى بره، ومش قدام الكاميرا بس، أنا بحاول أعمل ده قدام الكاميرا وأحاول أعمله مع الناس بره. الأسلوب ده كنت برضو حتة إن أنت تختار أسلوب الحاجات اللي تجذب بيها الانتباه في الشغل، في كذا في كذا في كذا، مش عن نقص. امتى، والسؤال ده كان دايما بسأله، امتى يبقى الموضوع عن نقص، وامتى يكون الفعل اللي انت بتعمله ده فعل عقلاني عادي؟ لو هو نشأ من العقل والنفس مطمئنة يبقى الفعل ده مش نقص، نرجع بقى لصحة المعلومة ساعتها. انما لو نشأ عن مشاعر سلبية حسيتها، حسيت بالعار، حسيت ان انت تقلل منك، حسيت ان انت عايز تثبت نفسك، فده يعتبر انت عايز تظهر لنقص مش لتوصيل معلومة او لهدف. انت كل هدفك ان انت عايز تملى النقص اللي جواك ده، وده نقطة معينة. خلينا نرجع لموضوعنا تاني. فاحنا كنا بنتكلم عن ايه؟ انا صراحه مش عارف، يعني انا حاسس ان انا قلت بعض المعلومات اللي قلتها في الفيديو اللي قبل كده، مش عارف قلتها في الفيديو ده ولا لا، لان حالتي الذهنيه حاليا مش احسن حاجه. ولازم ينزل فيديو بكره، وات لازم ينزل. وبعد صراحه الموضوع كان ينرفز، بس برضه كان من احد الفوائد ان انا قاعد مش بعمل الموضوع بكماليه، مش حاطط على نفسي الضغط ان انا اوصل الموضوع باكمل صوره. حتى لما حصل الخطا خلاني بكل سهوله عادي ما تعصبتش العصبيه اللي كنت ممكن اتعصبها قبل كده، وكمل، لان كله ده كان بسبب الكماليه. Damn, I can't believe the whole my life I was passing that problem. I didn't know it. I didn't realize it. ما كنتش واعي لها ابدا. يا الله، الحمد لله الحمد لله ان ربنا وضح لي الحاجه دي. كنا بنتكلم عن ايه؟ عن موضوع الكماليه. لو انت عايز تعمل فيديو، خلينا نعيد الافكار بسرعه كده. اول حاجه، لو انت عايز تعمل شخصيه او فيلد معين ده شيء يرجع لك، ولكن انا شخصيا بفضل الشخصيه. ليه؟ لان الشخصيه او الفيلد، لو انت عايز تعمل بين الشخصيه او مجال معين، الفارق هنا فين؟ لو مثلا حصل ظرف لاخواتك او لاصحابك او زي ما حصل لاخواننا امور كثيره جدا، انت ساعتها اللي بيصور اكل او بيصور مثلا حاجه، هيصور ازاي اكله؟ في ناس اصلا في مجاعة، فممكن هو يقول لا ده من باب رزق مثلا ليه، طب اعمل ايه؟ ويخش في صراع مع نفسه، مع تحفظي طبعا عن موضوع الانسان اصلا يصور اكل، انه بياكل اكله او كلام من ده، تحفظ على الموضوع ده. تاني حاجه انك ممكن تمل، لو مش عارف ذكرت قبل كده ولا لا، ان انت ممكن تمل وانت بتسمع حاجه واحده بس، فالشخصيه بتديك تنوع اكتر. كذا اسلوب تمشي بيه، انا بالنسبه لي نوع في الاسلوب. الناس بتحب ان انت تنوع، مش لازم تتعلق بشيء معين بس، وانا عايز ابقى مرن اكتر، مش لازم اتعلق باسلوب معين بس، ممكن اصور طولي، ممكن اصور بالعرض، ممكن اصور باي اسلوب. اهم حاجه اكون انا مستمتع. لان انا اصلا ذكرت موضوع الارباح ان انا مش فاتح اليوتيوب عشان اتربح منه. ممكن على المدى البعيد شركه تتعاقد معايا، انا ساعتها اختار الاعلان اللي ممكن اعلن له، بس ما اعتقدش ان ده بيجي على طول. ممكن من ناحيه حاجه تاني، ممكن من ناحيه ان هم يدعموك، ان الجمهور يدعمك، او ان انت تبيع منتج معين. وفي كذا افكار عندي ممكن اعملها في المستقبل، ممكن ابيعها. كان فيديو جدا لطيف، ما حبيتش ان انا اخوض فيه كتير. حاجه مهمه جدا نسيت اقولها، لو انت عايز تصور فيديو على اليوتيوب، ايه الفرق لو انت عملت سكريبت او ما عملتش سكريبت؟ كنت اتكلمت عنها في فيديو برضو بتاع ازاي تبدا على اليوتيوب. لو انت عملت سكريبت حرفيا وبتقرا منه، انت كده بتحدد افكارك. انما انت لو عملت عناصر معينه بس في عقلك، انا هتكلم عن ده وعن ده وعن ده وعن ده، فده بيخليك اكتر عندك عفويه في الكلام، عندك حرفيا عفويه، في عندك مساحه. انا عندي فكره هنا وفكره هنا، في بينهم مساحات. ممكن انسى، طبيعي ممكن تنسى، ممكن لو نسيت، دي بعملها انا شخصيا، لو نسيت ممكن اعملهم فيديو مصغر اللي هو طولي، مش طولي اللي هو شورت يعني. تمام. غير كده طبعا بتعتمد على طاقتك بقى، انت مش ضاغط على نفسك. انا دلوقتي طاقتي مش اللي هي الطاقه الجامده قوي، فمش هتلاقي فيه الحماس في الكلام ده، لا في هدوء شويه. that's all of it. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام. ما تنساش تاخد كام لفه كده في القناه لما تطلع. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.